السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله انك ردت. قلت يا رب اذا في رضا للسيدة الزهراء، اكيد لله عز وجل. اول شيء انه يعلق الخط. انا بدي اسالك بشيء. نعم. في مرات اخواننا الصيام عم بيتصلوا كثير عم بيطولوا. اذا ما كان الموضوع مهم بعتقد يا رب انه بليز ما تتصلوا. هلا من شوي كان عم يحكيك حدا من مصر، فذكرني بروايه. مرة بابا كان عم بيقول لي، بابا حدا جدا على علم عظيم يعني. فقام بيقول لي رواية تشبه هيدي الرواية. هلا أنا ماني متعلمة، I mean like نعم. ماني بقرا قد لبابا، أوكي؟ لما فيني أجي حاجه، بس أنا عندي حجتي هي عقلي وقلبي. أوكي؟ أنا إن شاء الله نكون شيعة. أنا أي حديث، أوكي، أي حديث في تقليل من عظمة الإمام علي عليه السلام أنا برده. هذا الشيء ما بيجوز، أنا ما بعتقد هذا الشيء. هيدي الرواية اللي أنا ما بعرف مصدرها، وقت بابا بيقول لي فاتت السيدة الزهراء ولقت الإمام علي، إمام علي لك ما خضب، ولك الإمام علي حزنه هو الوحيد من أهل البيت اللي ما بعرف كيف بدي أقول لك، ما كان يخضب. هو نعم. حزنه، هو ده الحزين عمره. فان نحن بليز اي حدا عم يسمعني من الشيعة، كمان نحن بدنا نيجي نطلع بكتبنا. انا هيدا الحديث حبيبي انا ما بقبله. ما بقبل حدا يقول الامام علي كان حاطط حدا ولك عنده من بعد الله ورسول الله عنده السيده الزهراء. انتم بتعرفوا حبه للسيده، حبه هو بيعرف مقامه. انتم عارفين بيعرف مقامه، هو بيعرفها. ما حدا إلها كفؤ. هي الإمام علي بيقدر ياخد حدا أقل منه مش بكفاءته يتزوج. الإمام علي على حياة الزهراء يا جماعة يا شيعة، قبل المخالفين. أنا بحترمهم، أنا عندي أصدقاء أنا ما بأزعجهم. أنا بيصلوا عندي بالبيت وبقول لهم حبيبي، حابب تصلي صلي على ذوقك. I don't care. I don't care. انت اللي عندك مشكله معي، انا ما عندي مشكله. انت خلقت سنه، الله بيهديك، انت بتنهدى. I don't care. مش انا الله اللي بدي حاسبك. بس بدي اقول لك شيء. انا كشيعه، وقت جوزي كل الوقت، انا جوزي قليل العلم بهي القصص، بيجي بيقول لي ما نحن عندنا حديث قلت له حبيبي انت ما بتعرف بهيدي الشغلات، سو بليز ما تحاجز فيها. اوكي، كل واحد يقول على اللي بيعرفه. بس انا بما انك انت حضرتك باحث، بليز لو سمحت اعمل حلقه لنا نحن مش للمخالفين. بليز بدي ركز على هدول الاحاديث. انا هيدا الحديث بابا من العلماء قلت له بابا انا احترمت، انا ما بقبل هذا الحديث، ما نعم. بقبله على الامام علي، ما بقبله. نعم. خبرني اذا انت بتقبله. انا ما بعرف سأريك شو ما الحديث إن شاء الله. اقرا. الله يخليك، الله نعم. يخليك. انا بعرف نعم. ان شكرا. اسرائيليات عندهم علم، بس انا ما بعرف شو نحن عنا. بس انا هيدا الحديث بيستفزني لدرجه منا طبيعيه. هل انا نعم. بكون عم بغضب الله اني انا قلت والله في حديث صحيح؟ هذا اكيد هذا مش صحيح. نعم. تصارين معي الحديث إن بليز شاء بليز الله. بليز الله يخليك. اوكي. بارك الله فيك إن شاء الله. شكرا لك. تمام. أوكي. بارك الله السلام فيك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الحديث أحبتي الكرام أمامكم بحار الأنوار لعلم المجلسي، صفحة في الجزء 43 صفحة 147. الحديث نقل من علل الشرائع عن الحسن بن عرفة، عن وكيع، عن محمد بن إسرائيل، عن أبي صالح، عن أبي ذر رحمه الله رحمة الله عليه قال: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة، فأهديت لجعفر جارية قيمتها 4000 درهم، فلما قدمنا المدينة أهداها لعلي عليه السلام تخدمه، فجعلها علي في منزل فاطمة. فدخلت فاطمة عليه السلام يوما فنظرت إلى رأس علي عليه السلام في حجر الجارية، فقالت: يا أبا الحسن فعلتها؟ فقالت: لا والله يا بنت محمد ما فعلت شيئا. الإمام علي عليه السلام يقصف أنه لم يفعل شيء. فما الذي تريدين؟ قالت: تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لها: قد أذنت لك، إلى آخر الرواية. أولا هذه الرواية عن الحسن بن عرفة، عن وكيع، عن أبي ذر، يقول هنا: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة. يقول في الحاشية: لا يعرف لأبي ذر هجرة إلى الحبشة. إذن هذه العلة الأولى التي تقدح في هذه الرواية. هذا أولا. ثانيا، من هو الحسن بن عرفة؟ هذا أمامكم كتاب المفيد،
صفحة 144. الحسن بن عرفة من وجوه العامة سني من أهل السنة والجماعة، مجهول. الله أكبر. هذه العلة الثانية. نرجع عن وكيع. من هو هذا الأخ العزيز وكيع؟ الجواب هنا. ما هذا الكتاب؟ إنه كتاب سقيفي سني، سير علم النبلاء للذهبي الجزء 9. وكيع، الله أكبر، ابن الجراح بن مليح بن عدي بن فر بن 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 أحد الأعلام الحافظ، الله أكبر، إنه سني. شاهدوا معي هذا المصدر: بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للطبري الشيعي، نفس الحديث، ولكن حدثنا يحيى بن عبد الحميد سني، حدثنا شريك عن ليث سني المرادي سني، حدثنا شريك عن ليث المرادي بن أبي أسلم السني، عن مجاهد، الله أكبر، هل الشيعة يأخذون دينهم عن مجاهد السني؟ عن ابن عباس الغير معصوم، هل الشيعة يأخذون دينهم عن ابن عباس؟ أكيد لا. هل ابن عباس معصوم؟ لا. كل هذه الرواية هكذا نضرب بها عرض الجدار، ولا قيمة لها، ولا قيمة لها. كل رواة هذه الرواية من أهل السنة والجماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تبخرت الرواية، فقط يوجد هذه الرواية أحبة الكرام، هذا هو سندها. والسند الآخر الرواية عامية ليست شيعية. فكيف تحاججون الشيعة بهذه الرواية؟ حين اتصل الأخ السني من مصر، ما كنت أريد أن أدخل معه في أسانيد وهذه، حتى أن الرواية لا مشكلة فيها لو قرأناها. أنا لا أحب هذه لعبة الأسانيد في كتب الشيعة، لا أهتم لها كثيرا، ولكن في كتب السنة بما أنهم يقولون الإسناد من الدين، ها هو الإسناد أمامكم، ها هو الإسناد أمامكم. كيف تحاجج الشيعي برواية نقلت من كتبكم إلى كتبنا، رواية سنية وهابية شيعية سقيفية رواه أهل السقيفة والجماعة؟ هل نحن نأخذ ديننا عن ابن عباس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. منذ متى الشيعة يأخذون دينهم عن ابن عباس الغير معصوم؟ ائتيني برواية عن جعفر الصادق، الإمام علي، الإمام الحسن، الأئمة المعصومين، وأقول لك تعال نناقش الرواية. أما تأتيني برواية سندها كلها من العوام، لا حول ولا قوة إلا بالله. الرواية الأخرى كما قلت التي جاءت في بحر الأنوار أيضا عن الحسن بن عرفة من العامة، عن وكيع أيضا من العامة. إذن كلا الروايات عامية لا قيمة لها عند الشيعة يا عباد الله. فيا أخ المصري الذي كنت تحاججني بهذه الرواية، تبخرت والسلام عليكم. ما كنت أريد أن أدخل معك إلى هذا، أنا كنت أتنزل معك. تريد أن ننتقل إلى رواية علل الشرائع الأخرى التي نادى فيها رسول الله أبو بكر وعمر وقال لهم تعالوا، وقال لهم، كان يحدث الإمام علي ويقول له أما علمت أن من أغضب الزهراء فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. فإياك أعني واسمعي يا جارة، لماذا رسول الله بعث أبو بكر وعمر؟ الرواية عندي هنا، ولكن أنا الآن لا أناقش كتب الشيعة. العموم كما تشاهدون، فهبط جبرائيل فقال إلى آخر الرواية. الرواية ما فيها شيء، الرواية ما فيها شيء حتى وإن كانت علمية، ولكن حتى نقضي عليهم لأنهم أهل الإسناد، هذه الرواية أمامكم لا قيمة لها. جاء في بحر الأنوار قال علي عليه السلام فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. صلوات الله عليهم. الزهراء تغضب الإمام علي عليه السلام في كتب الشيعة. هذه أجمل نكتة قد أسمعها في حياتي، أن الزهراء تغضب الإمام علي عند الشيعة. لا حول ولا قوة. شوفوا شيء آخر. أخذ هذا الاتصال.